السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكة التفاح اللي كتجي بنينة وسهلة في التحضير. غادي نوجدوها ان شاء الله غير في الخلاط. راه كتجي تبارك الله كيكة كبيرة وغير بجوج بيضات، والمذاق ديالها راه كيجي زوين بزاف. كتجي رطبة هي وكتجي بنينة في نفس الوقت. عندي هنا جوج بيضات، الا كانوا صغار من الاحسن ديروا 3 ديال البيضات. غادي نديروا كاس ديال سنيده، غادي نعبروا بهاد العلبه ديال الياغورت حيت هو باش غادي نوجد هاد الكيك. عندي هنا واحد ياغورت بالنكهه ديال البنان، انا خويته هنايا، وغادي نعبر بهاد الكاس. عندي كاس ديال السكر سنيده، واحد شويه ديال الملحه. غادي نطرب مزيان البيض هو والسكر. من بعد ما طربت البيض هو والسكر مزيان غادي نزيد دابا الزيت. الزيت حتى هي غادي ندير كاس ديال هاد الياغورت. غادي نبدا نزيد الزيت وغادي نبدا نخلط. غادي نزيد هاد العلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال البنان، يمكن ديروا النكهه ديال الفاني ولا ديروه مسوس. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الكونفيتور، القشره ديال الليمون، يمكن ديروا القشره ديال الحامض. صافي غادي نخلط مزيان. دابا غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه. غادي نعبر 3 ديال هاد العلب ديال الياغورت بالدقيق. صافي غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه وغادي نبدا نخلط. غادي نزيد دابا 2 خمارات على هذا الدقيق اللي باقي ليا. صافي وغادي نزيدو هنايا. انا خويت دابا هذا الخليط في هذا الاناء باش نخلطو مزيان. هذا هو القوام ديال الخليط. صافي غادي نخوي دابا هذا الخليط هنايا في هذا المول اللي دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق. انا درت ليه حتى البابي كويسون في التحت. نحاول نقاد مزيان الخليط. التفاح عندي هنايا راه قطعته هكا شرائح وعصرت عليه واحد شويه ديال الحامض غير على ود باش ما يكحل. دابا غادي نستفوا على هذا الخليط ديال الكيك. المهم التزيين حسب الذوق، كل واحد غيدير داكشي اللي كيبغي. عندي هنا شويه ديال السكر سنيده والفاني. غادي نرش شويه فوق هذا التفاح باش كيعطي واحد المذاق زوين. اللي كيبغي حتى المذاق ديال القرفه يمكن يدير شويه ديال القرفه. صافي غادي ندخل دابا انا المول الفران عندي راه سخون، غادي نشعل ليه غير من التحت حتى كيطيب لينا الكيك من التحت، وكنشعلوا ليه من الفوق يتحمر ونخرجوه. الكيكه هي من بعد ما وجدات. دابا غادي ندهنها بشويه ديال الكونفيتور من الفوق. يمكن تزينوها بشويه ديال اللوز ايفيدي اللي عندكم، ولا تخليوها بحال هكا سامبل. المهم هو المذاق. الكيكه ديالنا هي من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل هذا. راه كتجي تبارك الله كيكه كبيره وغير بجوج بيضات، والمذاق ديالها راه كيجي زوين بزاف. كتجي رطبه هي وكتجي بنينه في نفس الوقت. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. بالصحه والراحه.